حسن علي 3 قلوب حمراء. حسن انا زعلان من تعليقك جدا. طبعا انت بعت لي تعليق قاسي وفي تعليقات قاسيه كتير جات لي هنعلق عليها بعدين وهنشوف الدنيا دي كلها. بطمن الناس ما تقلقوش، انا موجود ثابت على مبدئي. مفيش تغيير، مفيش اعتذار، مفيش كلام فارغ من ده. كل اللي بيتقال له اغراض تانية كتير. الصوت واطي كده، الصوت عالي. ارجو اللي عنده البث ضعيف يدخل يخرج ويدخل تاني. الو، ايوه. الصوت اللي الصوت عنده ضعيف يدخل يخرج يخرج ويدخل تاني. بس الصوت برضو. طب اشيل. طيب طب ثواني معلش. طب الصوت كده واضح؟ حد يطمنا على الصوت. ايوه حسن، هرد عليك اهو يا حسن، هرد عليك. الصوت برضو واطي. الصوت حلو زيادة يا زياد. كويس تمام. نجاة اهلا بيكي. عايز بس زي ما تعودنا نقرا آية من القرآن، والنهارده آية الآية المناسبة للموقف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. اهلا وسهلا الناس اللي حضرت، وحشتوني جدا. وانا سعيد طبعا ان انا دايما بلتقي بيكم. النهارده ما شاء الله العدد. انا بشكر طبعا خالد عبد الرحمن ومحمود الدراس على اللي عملوه، رفعوا لي الريتش. تمام. اول حاجه لازم اقولها يا جماعه، اللي هيشكك في كلامي ارجوكم ما يتابعونيش. لو انا شايف الناس شايفه ان انا شخص وحش وان الكلام ده حقيقي فما تتابعنيش، وهشرح الموضوع ولكم منكم تحكموا. واللي عايز يتابعني بعد كده اهلا وسهلا بيه، واللي مش عايز يتابعني اهلا وسهلا بيه. انا ما بغيرش مواقفي، ولو غيرتها غيرها مقابل ايه ومن مين. فعشان بس نبقى واضحين في الامور. لو هم فعلا صادقين يبقى انا اشتروني. طب اشتروني بايه؟ يطلعوا يقولوا لي اشتروني بايه ومقابل ايه، وليه بيهاجموني في الوقت ده، وليه هذا التلفيق في الوقت ده. لازم الناس تسأل نفسها. انا طبعا من امبارح بالليل تحديدا بتجيلي رسائل طبعا شيء كتير عن الحج. مني محمد امسك المصحف واحلف عليه. ليه كده يا مني؟ يعني انا بحلف برب العزة مش بحلف بالمصحف. والله ما هعتذر لحد ولا عمري هعتذر. واعتذر عن ايه يعني انا الناس بس اللي بتتكلم. انا طبعا الكلام طبعا مش كامل التفاصيل بالنسبة لي. انا جات لي بقى الفيديوهات وجات لي السكرينات فانا مش محتاج احلف. لو حضرتك ايهاب احمد اهلا بيك يا ايهاب، فعشان ندخل نحلف وما نحلفش انا مش مضطر يا جماعه ان انا احلف. على فكره مواقف واضحه من البدايه من المبتدأ للمنتهى، وقلتها وبشرحها ولحد النهارده. وما كنتش حابب اتكلم في موضوع القضيه مطلقا، واظن ده كان واضح من اكتر من شهرين.
ان انا ما بتكلمش في القضيه. يبقى المقصود من هذا التلفيق ايه النهارده للناس اللي عايزه بقى تقول ان المكالمه حقيقيه؟ لا، المكالمه مش حقيقيه وملفقه، وفي اجراء قانوني هيتم من يوم السبت بتقديم بلاغ ضد خالد عبد الرحمن ومحمود الدراس بتسجيل مكالمات وتفبرك وصناعه محادثات على غير الواقع، وهم بقى يقدموا في النيابه المكالمه اللي بيقولوا انها حقيقيه، والنيابه هتقول يا فندم انت بتسمع صوتي اهو، انا سمعت المكالمه، قسما بالله لو انا بسمع وانا غريب لا الصوت هو الصوت ولا الاسلوب هو الاسلوب. فرجاء بس اللي عايز يكتبني انا ما اقدرش اقول لحد ما تكتبنيش، وما اقدرش اقول لحد صدقني، فانا مواقفي واضحه، وقلت يا جماعه انا القضيه دي قسما بالله ما قبضت فيها جنيه من اي حد ومن اي جهه، وما في اي حد وراي. انتوا بقى وراكم جيوش، انا معايا رب الجيوش، بتصوروا الصوره هيظهر والبهتان هيظهر وكل حاجه هتظهر. الكلام بقى دلوقتي هيتوجه لخالد عبد الرحمن ومحمود الدراس، انتوا حطيتوا نفسكم في ورطه قانونيه فعلا. بالعكس انا مش قلقان ولا تعبان من اللي بيحصل، لا قانونا ولا واقعا ولا تاثير على المتابعين. وان كنت شايف ان بدات ابتعد عن القضيه وانت بتجيب رجل تاني فده مش هيحصل. احنا اتكلمنا بما يكفي، فنرجو يعني خلاص احنا قلنا نلتزم الصمت. ليه خارجين تلفقوا وتكدبوا في الوقت ده؟ اللي بيقول حد خدت فلوس، والله ما خدت فلوس من اي حد. فعشان بس نبقى يعني ايه، انا مش مجبر لا احلف ولا مجبر ان انا اكذب ولا مجبر ان انا اصدق، وانا حر في كل مواقفي، حتى لو عملت كده انا حر، محدش له حساب عليا غير ربنا ثم القانون. ولو انا اخطأت قانونا اتحاسب، انا ما عنديش مشاكل. ايه المشكلة عندي؟ في نيابة بتحقق في محاضر والمحاضر شغالة وناس شاكية ناس دنيا، مش هطلع خلاص اتكلمنا بقينا بعيد عن القضية. ليه بنرجع لها تاني؟ يبقى في هدف. نقلع النضارة عشان نعرف ايه نتكلم، ونشرب مية عشان نعرف، لان رقنا هينشف النهارده. انا مش عارف اشرف اداك الفلوس بتاعتك؟ لا طبعا ما ادانيش ولا جنيه، ولو اداني جنيه يطلع يقول، ولو حد اداني جنيه يطلع يقول، اللي اداني جنيه يطلع يقول لي انا اديت لعبد الرحمن خليل جنيه في القضيه الملعونه دي. عايزين ايه تاني؟ فيا خالد يا عبد الرحمن، انت راجل محامي النهارده بتقول على نفسك خبره وجنايات، انت مش عارف اللي انت عملته ده بلوى؟ هو كون انك انت حتى لو بفرض صحة كلامك يا كاذب، لو بفرض صحة كلامك فانت مدان قانونا. هو انت من حقك تسجل لي مكالمات انت او غيرك وتذاعها على السوشيال ميديا وعلى قناتك الشخصية؟ ده من حقك. هو انت ما تعرفش القانون؟ انت مش عارف دي عقوبتها في القانون ايه؟ طبقا لقانون العقوبات وطبقا لقانون تنظيم الاتصالات، مش عارف ان تسجيل المكالمات ممنوع ويعاقب عليه قانونا، ولا يجوز تسجيل مكالمات الا باذن قضائي؟ طب اصطناع المكالمات، هيبقى في بلاغ، والمكالمه الحقيقيه اللي انت بتدعي انها حقيقيه هتتقدم، والاجهزه فنيه، والاجهزه الفنيه تقول اذا كان ده صوتي ولا لا، وادعي ربنا انه ما يكونش صوتي، لان لو صوتي فعلا انت هتلبس فيها اسود، انت واللي وعمل كده. انتوا صعبان عليكم ان احنا نسكت؟ انا اسف طبعا يا جماعه عشان التعليقات، انا مش شايف كويس. فصعبان عليك ان احنا نسكت؟ لقيت الجو هدى تعمل بلوى عشان تطلع تخلي الناس تتكلم؟ ايه الغرض؟ ايه الغرض انكم تتعملوا وتفبركوا في الوقت ده وتطلعوا تتكلموا وتثيروا الجدل من جديد؟
انا عايز بس الناس اللي بتتكلم وتسأل وتفكر بالمنطق. لو كان ده فعلا حقيقي وهذا اعتذار مني زي ما بيقولوا وطالبين ان انا اعتذر، يطلعوا يعلنوه على الهوا. مش ممكن طبعا. انتوا بتعادوا الناس ولا بتستقطبوهم؟ طبعا. طيب ايهاب احمد كميل ما رد ياخد. تمام تمام. عشان نتكلم بالمنطق. ف فهود المصري بتقول بس ده صوتك يا استاذ عبد الرحمن. يا فهود انت بتشتغل في خبيرة اصوات؟ خبيرة اصوات؟ والله ما صوت. يعني بس انا طبعا يعني بدأت قصة الفبركة وانا قلت من الاول انتوا ما عندكوش حاجة تمسكوها ضدي فبتفبركوا لي. لا لاقيين لي فضايح ولا لاقيين لي نسوان ولا لاقيين لي خمرة ولا لاقيين لي مش عارف ايه، ولا بتدوروا على ايه؟ وليه في الوقت ده خارجين تتكلموا؟ انا طبعا الحلقة اللي فاتت لو الناس فاكرة المتابعين اللي كانوا موجودين اتكلمت عن مواضيع تانية خالص، واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، وخرجنا اتكلمنا عن احداث 11/11 اللي كانوا بيدعوا لها، وهاجمنا الناس اللي عايزه تخرب في البلد. فبندور على مصلحه البلد. ليه ترجعونا القضيه؟ خلاص انتهت، بقت بين ايد القضاء، محدش يتكلم فيها الا القضاء. واذا كان بيني وبينكم بلاغات وخلافات قانونيه فمجالها المحاكم. محضر فيه ايه؟ محضر ايه اللي هتحبسني فيه؟ لا انت ولا بلدك ولا الدنيا كلها تقدر تحبسني. تحبس مين؟ انت تحبس مين؟ وحبس الناس بالسهل وتحبس؟ انت ما تعرفش عبد الرحمن خليل لسه؟ قسما بالله ما تعرفني. فحوارات ايه اللي بتعملوها دلوقتي؟ قصدكم ايه؟ عايزين توصلوا الناس لايه؟ عايزين تطلعوا الناس تتكلم من جديد وانا ارد وانتوا تتكلموا وده يشتم وده يشتم؟ انا مش هشتم. قسما بالله ما هديكوا اللي انتوا بتتمنوه، ان انا اطلع اتكلم من جديد واشتم واقول وانتوا تشتموا. كن على قدر مكانك وسنك والمفترض علمك. انت راجل محامي كبير، الكلمه منك تطلع موزونه والتصرف يطلع قانوني. لا انت طلعت تصريح مسؤول، ابعد عن القضيه، اطلع كلم مع الناس، وعيهم في معلومه قانونيه، فدهم. انما انت عايش على القضيه، مفيش في حياتك غير القضيه. تطلع علينا كل شويه، كل ما نسكت ونقول نسكت بتكلم من اول لحظه، من اول لحظه قلت اسكتوا. ده ايه؟ ده ايه اللي كل يوم تعملوه؟ عايزين تدخلونا في حوارات، عايزين توصلونا ايه؟ انا طلعت اتكلمت الاسبوع اللي فات عن الشواذ، ده يزعلكم؟ الكلام عن الشواذ يزعلكم؟ مالكم مال الشواذ؟ الكلام عن المخربين في البلد يزعلكم؟ ده اللي بتكلم فيه. مش هفضل اتكلم في قضيه نيره اشرف. قضيه نيره اشرف قدام محكمه النقض، اللي هيتكلم فيها دلوقتي هيتحاسب. لا يجوز لك او لغيرك او ليا او لغيري نتكلم في مجال قانوني نتصارع فيه ونتنافس فيه. مش هنطلع نتنافس على السوشيال ميديا. انا بطلع على السوشيال ميديا والكلام ده لمتابعيني، بطلع عشان افيد الناس واستفيد ووعي الناس ووعي نفسي. لا انا بعتذر ولا انا بنكسر ولا هعتذر. واعتذر عن ايه؟ ايه اللي عندي اعتذر عنه؟ انا طبعا سمعت الكلام، انا ما لحقتش اتابع كل اللي بيجي. انا قلت يا جماعه اللي بيعلق ويقول الصوت صحيح او غير صحيح، اللي عايز يصدق اهلا بيه، انا مش هحلف اكتر من كده.
وانا مش مضطر، لان انا مواقف واضحه من البدايه للنهايه. وقسما بالله لو التسجيل ده حقيقي ما هيزعوه. لا طبعا يا ندى، المكالمه ما حصلتش، والمكالمه مفبركه، وهيتحاسب اللي فبركها، وهيتحاسب الاسامي اللي جت فيها، وهيتحاسب اللي طلع بقالها بس مباشر، هيتحاسب قانون. ان اصطناع المكالمات له عقوبه وهنقولها، تسجيل المكالمات له عقوبه وهنقولها. حفظ ماء الوجه قدام مين يا ايمن مسيكا؟ حفظ ماء الوجه قدام مين؟ انا مواقفي ما بيحاسبنيش عليها غير رب العزه. المحامي لا رقيب عليه الا ربنا وضميره، وانا الحمد لله ما بعتش ضميري في اي مرحله من مراحل القضيه ولاي حاجه. وزي ما قلت انا مش كل يوم هطلع اقول انا خسرت في القضيه الملعونه دي، وطلع ميتين اهلي وتعبت ونفسيا وضغط وتاثير على الشغل وتاثير على البيت وتاثير على الحياه. ليه عايزيننا نطلع تاني نتكلم؟ ام ياسين بتقول ايه التناقض ده؟ مش حضرتك صديق لؤي؟ والله انا ما اعرف لؤي ده خالص. والله هفضل طول البث احلف يا جدعان، والله ما اعرف لحد، ما اعرف له اي، ولا فاضي اتابع السوشيال ميديا. واللي بتابع فيه مواضيع هامه تهمنا كلنا، زي ما قلنا مواضيع الشواذ، مواضيع الماسونيه، مواضيع حروب الجيل الرابع، مواضيع كتيره. ففي غرض. اي تصرف يطلع من اي حد في وقت زي ده لازم يبقى له غرض. مين ام ايمن يا ام